حبايبي الاهلي يفوز على الزمالك 4-1. طبعا الملخص والكلام ده كله طبعا انتوا شاهدتوه لايف، فانا مش هحكي كتير. اولا عشان انا راجل مش بحب الهري، هارد لك لاخواتنا الزملكاويه، بس الشوط الاول عباره عن الشحات، فاهم؟ ودق موت بس. حاجه بعيدا عن كده يا جدعان، الاهلي يطلع الشوط الاول 4 5 6 مستريح على الطلاق، مضيعين كام جون، كام هدف، بالذات كورتين بتوع الكهرباء. تاني حاجه يا جدعان، انا بتكلم بس محمد مجدي قفشه، الناس اللي بتقعد تتكلم عن ماتش عمره دفاع انت يا ابني في كوره وعهد الله. يعني كان في ناس جنبي، فاهم؟ اقسم بدين الله يا ابني، شليه اللي جاب ابونا على ماشي في وشك. انت ماشي انفراد يا عم، اضرب سبرنت وامشي في وشك. انت بتعمل ايه؟ انت بتهبط الهجمه ليه؟ انا مش عارف. خالد يا غندور، ايه مش باين ليه من امبارح؟ ليه مش طالع لنا ليه بالعصير اسمه ايه الكوسه بتاعك؟ ايه مش باين ليه يابا؟ طبعا انت لما يكون الزمالك كسبان بتطلع تتكلم وبقى والشغل بتاعك بقى وكهربا، وتقعد لنا على البتاع بقى تقعد ترغي، لكن الزمالك يخسر. طبعا بعيد عن الهزار، عاوز اقول لاخواتي الزملكاويه حاجه، هو هارد لك وكل حاجه، بس انا عاوز اقول كلمتين. اقسم بالله حال الزمالك ما هيتعدل طول ما الناس اللي في الزمالك دي موجوده. نادي الزمالك نادي كبير، المنافس عامه، هو اكبر ناديين في الوطن العربي، هو بعد على طول. فانا اكيد هكون زعلان وفي نفس الوقت فرحان فيك، يعني شمتان فيك، بس في نفس الوقت زعلان على اللي انت فيه، فاهم؟ تاني حاجه، يعني اقسم بالله ما هتشوفوا خير بسبب الناس اللي موجوده، فاهم؟ انتوا اكيد فاهمين هم قاعدين ليه.